في فيديو النهارده هنجرب نوع من اشهر الحلويات التركيه واسمها تورته البسكوت، وزي ما انتم شايفين كده شكلها يفتح النفس، عشان كده كنت متحمس ان اجربها واشوف طعمها عامل ازاي. وبس كده، كل اللي عايزه منك تتحمس معايا ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنقول بسم الله، وهنحتاج لتر من الحليب اللي هم حوالي 4 كوبايات، وهنضيف كوبايه ونص سكر، 3 معالق كبار كاكاو، 3 معالق كبار دقيق، معلقتين كبار نشا، واخر مكون معلقه صغيره فانيليا. وعلى نار متوسطه هنقلب المكونات لحد ما تبدا في الغليان. وبعد ما يبدا في الغليان بالشكل ده هنضيف عليه معلقتين كبار زبده او سمنه، وهنكمل تقليب. وبعد ما تدوب الزبده ويبدا يتقل معانا بالشكل ده، دلوقتي هنرفعه من على النار ونسيبه على جنب لحد ما يبرد، ونبدا نجهز القالب. وبالنسبه للقالب هنحتاجه مقاس 20 او اي مقاس متوفر عندنا، وهنبدا نحط جواه كيس بلاستيك او ستريتش. وبعد ما نجهز القالب ونحط فيه كيس بلاستيك من الجوانب، هنحتاج 300 جرام بسكوت ساده اي نوع حسب الرغبه. وهنجيب البودنج بعد ما يبدا يبرد، وكل اللي هنعمله باختصار هنجيب بسكوتين ونحط بينهم طبقه بودنج، ونبدا نرصهم في القالب بالطريقه دي. وبعد ما نضيف باقي طبقات البسكوت بالشكل ده هنبدا ننزل عليها بالبودنج. ودلوقتي هندخلها التلاجة تتماسك لمدة حوالي 4 ساعات ونرجع لكم تاني. وباقي كمية البودنج اللي هتفيض هنغطيها وندخلها التلاجة، ممكن نستخدمها في التزيين. وبعد مرور حوالي 4 ساعات في التلاجة كده البودنج جاهز على التزيين. وممكن نزينها بباقي كمية البودنج اللي احنا غطيناها ودخلناها التلاجة، أو نجيب قالب شوكولاتة حجم 200 جرام ونبدأ نقطعه قطع صغيرة. وبعد التقطيع هنسيحه في حمام مائي. وبعد ما نسيح الشوكولاته هنضيف عليها نص كوبايه قشطه، وهنقلب كويس. وبعد التقليب كده التزيين اصبح جاهز، وهنقول بسم الله ونبدا نزينها باي شكل حسب الرغبه. وممكن نزينها ببسكوت مفتت. وهو ده كده الشكل النهائي بعد التزيين. طبعا ما عنديش خبره كافيه، لكن حاولت ازينها على قد ما اقدر، وبسم الله ما شاء الله شكلها برضو حلو قوي. وكده كل اللي عليك تقول بسم الله وتبدا تاكل. وبصوا كده بسم الله ما شاء الله شكلها حلو ازاي. بسم الله. انا عايز اقول لكم بصراحه كده هي طعمها تقيل شويه، بس الصراحه من ناحيه الطعم في منتهى الجمال. وكمان تحس كده وانت بتاكلها ان هي مثلا تورته او كيكه، حاجه كده ملهاش علاقه بالبسكوت. بس من الاخر لو جربت الوصفه دي اكيد ان شاء الله هتعجبكم. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.